السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الإعدادي، ازيكم وعاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنبدأ وحدة جديدة، هي الوحدة الثانية، وهي الوحدة الخاصة بعلاقة مصر بأفريقيا في عهد محمد علي وخلفائه، سواء عباس وسعيد أو الخديوي إسماعيل. يعني بالبلدي كده علاقة مصر بأفريقيا في القرن ال19. طيب النهارده ان شاء الله هنبدا في الدرس الاول، وهو علاقه مصر بقاره افريقيا في عهد محمد علي باشا. الاول، قبل ما نتكلم عن محمد علي وخلفائه ومين دول وجم منين، المفروض ان احنا في الترم الاول اصلا اتكلمنا عنهم، لكن هناخد حاجه مهمه جدا، ان بيقول لك ان طول عمر مصر وطول التاريخ المصري من اول التاريخ المصري القديم وحتى الوقت الحاضر، وقاره افريقيا بتمثل البعد او العمق الاستراتيجي لمصر، وطول عمر مصر بتهتم بعلاقتها، سواء العلاقه الاقتصاديه او السياسيه او الثقافيه بقاره افريقيا، لان هي البعد والامن القومي المصري، خاصه بسبب وجود نهر النيل. فمصر طول عمرها بتهتم باستكشاف قاره افريقيا وبتساعد الدول الافريقيه، وكمان احنا كمان محتاجين الدول الافريقيه لتحقيق التنميه في القاره بوجه عام، مش مصر بس. نبدأ بقى، وده الأهم. محمد علي باشا. محمد علي باشا حكم مصر من سنة 1805 لحد سنة 1848، يعني تقريبا النصف الأول من القرن ال19 كله كان محمد علي بيحكم مصر. محمد علي جه منين وجه ازاي وازاي وصل لحكم مصر؟ اول حاجه، محمد علي اتولد في مدينه اسمها قولة في شمال بلاد اليونان، يعني محمد علي اصله وجنسيته الاساسيه هو يوناني. محمد علي بعد كده ولما بدأ يكبر في السن اشتغل في التجاره، ثم انضم للجيش العثماني، وخاصه فرقه اسمها الفرقه الألبانية. محمد علي أظهر كفاءة في القتال والتدريبات وما إلى آخره، وده اللي خلاه يترقى ويوصل ليكون نائب قائد الفرقة الألبانية. وللصدفة البحتة في نفس الوقت دوت هتيجي على مصر الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت اللي جت مصر سنة 1798، وطلب من الفرقة الألبانية اللي كان نائب القائد بتاعها محمد علي إن هي تيجي مصر عشان تحارب الفرنسيين وتجبرهم على الرحيل من مصر. وفعلا جه محمد علي واشترك في هذه الحملة اللي نجحت فعلا في الانتصار على الحملة الفرنسية وإجبار الفرنسيين على الرحيل من مصر. ثم بقيت الفرقة الألبانية ومنها محمد علي في مصر، وبمرور الوقت وصل محمد علي يبقى قائد الفرقة الألبانية في مصر، في الوقت اللي الدولة العثمانية قدرت تستعيد فيه حكم مصر بعد ما كانت تحت الاحتلال الفرنسي. اللي حصل بعد كده ان محمد علي استغل الظروف كويس جدا، واستغل الثوره اللي عملها الشعب المصري سنه 1804 ضد الوالي العثماني خورشيد باشا بسبب سوء معاملته للشعب المصري وفرضه للضرائب. محمد علي استغل الظروف ديت وانضم للشعب المصري وجاهر بالانضمام ليهم وكسب ود الشعب المصري، ووصل في الاخر لمراده، وهو ان الزعامه الشعبيه بقياده السيد عمر مكرم قدرت تقنع محمد علي ان هو يتولى حكم مصر بدلا من خورشيد باشا الوالي العثماني. الكلام ده كان يوم 13 مايو 1805، اللي هو السنة اللي تولى فيها محمد علي حكم مصر في 1805، ودي سنة لازم تكون عارفها كويس جدا، وخاصة يوم 13 مايو 1805. من بعدها محمد علي حكم مصر، وبنقسم فترة حكم محمد علي إلى فترتين. الفترة الأولى أول 6 سنين من حكمه من سنة 1805 ل 1811، ثم الفترة الثانية من 1811 لحد انتهاء حكمه في 1848. الفترة الأولى كان محمد علي بيواجهه العديد من التحديات، سواء الداخلية المتمثلة في وجود المماليك أو الزعامة الشعبية اللي هم عينوه في الحكم، والخارجية في وجود الدولة العثمانية اللي كانت غير راغبة في وجوده، أو كمان الإنجليز اللي كانوا هم كمان مش عايزين محمد علي في حكم مصر، وكانوا عايزين أحد المماليك هو اللي يحكم مصر. محمد علي في أول 6 سنين قدر إنه يتخلص من كل المشاكل دي، انتهاء بالمذبحة اللي ارتكبها يوم 1 مارس 1811 ضد المماليك، اللي عرفت تاريخيا يعني بمذبحة القلعة.
وبعدها قدر محمد علي ينفرد تماما بحكم مصر لبناء الدولة الحديثة، وقدر فعلا محمد علي انه يعمل نهضة حقيقية في مصر في كل المجالات. ومحمد علي احنا بنعتبره هو باني مصر الحديثة وصانع نهضتها. طيب محمد علي من اكتر الحاجات اللي هو اهتم بيها في حكمه هو نهر النيل. انا عايز اتكلم معاك بالخصوص في الموضوع دوت. بص، اهم حاجة بالنسبة لمصر وهي قضية وجود بالنسبة لنا هو نهر النيل. فعشان كده محمد علي، ومش محمد علي بس، من اول المصريين القدماء زي الملك سنوسرت وتحتمس وكل الكلام اللي احنا خدناه في الترم الاول، كانوا بيعملوا حملات عسكريه الى الجنوب وبيسيطروا على مناطق من نهر النيل سواء الجندل الثاني او الثالث او ما شابه. فمحمد علي زيه زي الحكام المصريين كان همه الرئيسي هو اكتشاف والسيطرة على منابع نهر النيل، لأن هي بالنسبة لنا قضية وجود وقضية أمن قومي، الحفاظ على مياه نهر النيل. فده الحاجة المهمة اللي عملها محمد علي وهو اكتشاف منابع نهر النيل، واللي هيكمل بعديها سعيد باشا والخديوي إسماعيل اكتشاف والسيطرة على منابع النيل لضمان الأمن المائي المصري. فبالنسبة لنا أهم سبب من أسباب اللي خلت محمد علي يكتشف أفريقيا ويسيطر على مناطق في أفريقيا خاصة في السودان هو اكتشافه وسيطرته على نهر النيل لضمان الأمن المائي المصري. تعال بقى حضرتك كده نشوف الأسباب كلها، مش بس السبب بتاع نهر النيل. السبب بتاع نهر النيل ده رئيسي واتكلمنا عنه في الترم الأول، وقلنا إن مصر ليها مجالين حيويين مهمين جدا، المجال الجنوبي وجنوب مصر ابتداء من السودان لحد أول نقطة في نهر النيل، ومجالنا الشمالي وهو فلسطين والشام. الاثنين دول بالنسبة لنا وحتى خدناهم في التاريخ المصري القديم، ازاي تحتمس قدر يسيطر على الشام وقدر يسيطر على جنوب مصر. كمان محمد علي هيعمل نفس القصة وهيسيطر على جنوب مصر وهيسيطر على منطقة الشام عشان يحافظ على المجال الحيوي لمصر ويحافظ على الأمن القومي المصري. لكن جايب لك في الكتاب هنا أسباب كتيرة مش بس نهر النيل زي ما احنا اتفقنا. أول حاجة جايب لك الأسباب السياسية، ان محمد علي كان عنده يعني ممكن تقول كده هدف كبير بالنسبة له ان هو يسيطر، يعمل امبراطورية كبيرة جدا يقدر من خلالها يرضي طموحه ويرضي غروره في حكم بلد كبيرة وامبراطورية كبيرة، مش بس انه يحكم مصر، هو كان شايف ان مصر صغيرة بالنسبة له. فمحمد علي من اول اهدافه السياسية هو تكوين امبراطوريه ودوله كبيره يحكمها، مش بس مصر الصغيره اللي احنا طيب مصر مش صغيره، ده بالنسبه له هو مصر صغيره. الهدف الثاني هو القضاء على المماليك اللي فروا من مذبحه القلعه وهربوا الى السودان او الى الشام، هو تتبعهم في السودان عشان يقضي عليهم تماما ويتخلص من وجود المماليك اللي كانوا أكبر خطر وتحدي بيواجهوا في حكم مصر. يبقى الأهداف السياسية لفتوحات محمد علي في بلاد السودان إنه يوسع البلد اللي هو بيحكمها ويكون إمبراطورية، وكمان يتخلص من المماليك اللي هربوا إلى السودان. طيب ده بالنسبة للأهداف السياسية. طب الأهداف العسكرية وهو تأمين الحدود الجنوبية اللي أنا بقول لك عليها المجال الحيوي لمصر، لأن أنت لازم تفهم أن أمنك هو مش أمن حدودك بس، أمنك خارج حدودك. عشان تقدر تحافظ على أمنك كويس جدا وعلى حدودك لازم تبدأ تأمنها من قدام جدا، من المجال الحيوي بتاعك من جنوب مصر وشمال شرق مصر. وبالتالي وطبعا محمد علي فاهم الكلام اللي بقوله ده كويس، انه من اهدافه العسكريه هي تامين حدود مصر الجنوبيه. يبقى الهدف الرئيسي هو السيطره على نهر النيل، اهدافه السياسيه تكوين امبراطوريه والقضاء على المماليك، اهدافه العسكريه هي تامين حدود مصر. وحاجه تانية خاصه برضه بفكره كده كانت عند محمد علي، انه يجند سودانيين يحكموا او ينضموا للجيش يعني المصري، لان انت مفروض تبقى فاهم ان الجيش المصري قبل محمد علي هو ما كانش جيش، هو كان حاميات عسكريه عثمانيه موجوده في مصر، باعتبار ان مصر كانت ولايه عثمانيه، فما كانش فيه جيش مصري بالمعنى المفهوم. وحتى الجيش اللي كان موجود كان عباره عن فرق
مش جيش نظامي وقوات مشاة ومدفعية وبحرية والكلام ده، لا كان عبارة عن فرق عسكرية. يعني التدريبات بتاعتها والتكتيك والأساليب القتالية كانت قديمة قوي. فمحمد علي كان عايز يعمل جيش جديد وجيش كبير وجيش قوي، فكان لازم يعمل الجيش بشكل جديد، وأهمها إنه يجند جنود يبقوا جنود نظاميين في الجيش بتاعه. فجات له الفكرة الأولانية بتجنيد السودانيين قبل حتى المصريين بالمناسبة، عشان كان شايف ان السودانيين بيمتازوا بالقوه والقامه الطويله والشجاعه وكل الحاجات ديت. فكان محمد علي عايز يجيب جنود سودانيين ينضموا للجيش المصري، وبعد كده جاب جنود مصريين. اهداف جغرافيه واتكلمنا عنها، هو اكتشاف نهر النيل والسيطره كمان على منابع نهر النيل. الاهداف الاقتصاديه، ودي اخر حاجه، اكيد انت لما هتتوسع وتسيطر على نهر النيل ده معناه ان انت هتسيطر على مساحات اكتر من الارض الزراعيه، في ثروه حيوانيه في السودان بشكل كبير، في جبال البحر الاحمر اللي في السودان ودي كلها ذهب ومعادن زي جبال البحر الاحمر عندنا ومنجم السكري، امتدادها بقى وامتداد جبال البحر الاحمر في السودان فيها ذهب وفيها معادن كثيره جدا. فالسودان كلها موارد اقتصاديه، اراضي زراعيه، ثروه حيوانيه، معادن، كل حاجه موجوده في السودان. بسم الله ما شاء الله، دوله غنيه جدا بالموارد، هو بس ينقصها الاستقرار والاداره الرشيده. اكيد هتلاقي السودان دي في حته تانية خالص. طيب يبقى محمد علي كان عايز يسيطر على منابع النيل ويكتشف منابع النيل. محمد علي كان عايز يتوسع ويعمل امبراطوريه، عايز يقضي على المماليك ويأمن حدوده، عايز يستفيد بالموارد الاقتصاديه اللي موجوده في السودان، عايز كمان يجند جنود سودانيين ينضموا للجيش، وعايز خشب كمان عشان يعمل اسطول يستفيد منه في التجاره او يستفيد منه في الجيش بتاعه. يعني مكاسب عديده جدا لمحمد علي في فتوحاته او توسعاته في السودان. طيب تعال بقى نخش في الجد. يعني احنا كده لحد دلوقتي عمال اقول لك نفس الكلام، والسيطره والتوسع والموارد وتامين الحدود ونهر النيل والميه وكلام جميل قوي. تعال بقى نخش في الموضوع ونشوف توسعات محمد علي في افريقيا وفي السودان مشيت ازاي. اول حاجه ان محمد علي عمل 3 حملات عسكريه للسيطره على السودان. اول حمله قادها ابنه اسماعيل باشا ابن محمد علي. تاني حمله كان هو شخصيا وراح السودان ليتفقد الاداره المصريه هناك، وسنه 38 يبقى اول حمله كانت بقياده اسماعيل باشا، الحمله الثانيه بقياده محمد علي نفسه، الحمله الثالثه كانت بقياده سليم بيك قبطان. وده كان راجل جغرافي وظابط بحري، يعني مش قائد جيش يعني مثلا ولا حاجه، لكن هو في الاساس كان جغرافي. علشان كده الراجل ده هو اللي قدر يرسم خرائط للسودان بمنتهى الدقة ومنتهى التفصيل. عشان تعرف بس قيمة الجغرافيا مهمة جدا 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 طبعا في الحياة، أم العلوم. والمعلومة دي انت خدتها في الترم الأول، إن محمد علي أو في عهد محمد علي قدرنا نرسم خريطة للنيل الأبيض. اللي عمل كده كان سليم بيك قبطان. تعالى كده نشوف الحملات بتاعة محمد علي، وعايزك تشوفها من الخريطة. يعني أنا عايزك تركز كويس جدا في الخريطة اللي قدامك ديت، وتشوف ازاي محمد علي وحملاته سواء بقيادة ابنه أو قيادته أو بقيادة سليم بيك قبطان قدروا ان هم يتوسعوا في السودان. تعالى كده بس يعني ركز قوي 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 في اللي أنا بقوله. بص يا سيدي الفاضل، الأول لازم تعرف ان حدود مصر الحالية هي الحدود اللي موجودة في جنوب السودان، في الحدود اللي انت شايفها اللي هي بتتماشى مع دائرة عرض 22 شمالا. دي الحدود اللي عملها لنا الاستعمار البريطاني بيننا وما بين السودان. لكن الحدود التاريخية لمصر، ودي برضو معلومة مهمة لازم تعرفها، ان حدودنا التاريخية كانت لحد الجندل الثاني. يعني حدودنا حتى من ايام المصريين القدماء كانت وصولا للجندل الثاني. وبالمناسبة الجنادل دي احنا خدناها في الترم الأول، بس هفكرك بتعريفها تاني. الجنادل هو عبارة عن صخور نارية اعترضت مجرى نهر النيل، والصخور النارية ديت بتعوق حركة الملاحة وحركة السفن في نهر النيل. عشان كده هي شيء سلبي شوية بالنسبة للتجارة وحركة السفن، لكن عسكريا واستراتيجيا كانت مهمة جدا. للوصول إليها
يعني هي منطقة ممكن تقول منطقة أولا واضحة المعالم، منطقة كبيرة في نهر النيل فيها صخور، فكان الوصول إليها نقطة معينة، نقطة واضحة وصريحة، مش في نص النيل كده وخلاص وانت وصلت، لا. فكان دايما الوصول إلى منطقة فيها جنادل، كنا نوصل للجندل الأول نقف، نوصل للجندل الثاني ونقف، للثالث ونقف، لأن هي منطقة واضحة المعالم فممكن نتخذها حدود. كمان كانت منطقة مهمة جدا لتأمين حدودنا. يعني ايه؟ يعني لو حد حب يجي لك من الجنوب، الجنادل هتعوق السفن اللي جاية تحتل مصر مثلا او ما شابه. فكان يعني وجود الجنادل بيأمن حدودنا كمان، وبيأمن القوات المصرية اللي كانت بتوصل عند الجندل الأول أو الثاني أو الثالث. فكنا دايما من أول التاريخ المصري القديم ولحد عصر محمد علي كنا بنوصل عند جندل ونقف ناخد نفسنا ونكمل وهكذا. خلاص، يبقى الجنادل هي صخور بتعترض مجرى النهر وكانت بتعطل الملاحة في نهر النيل. يبقى حدودنا الحالية في مصر في جندل واحد في أسوان، وحدودنا التاريخية كانت عند الجندل الثاني. طب حدودنا بقى كولاية عثمانية أول ما محمد علي مسك الحكم كانت عند الجندل الإيه؟ الثالث. يبقى حدودنا الحالية فيها الجندل الأول، حدودنا التاريخية الجندل الثاني، حدودنا لحظة تولي محمد علي وقبل ما يتوسع كانت عند الجندل الثالث. طيب محمد علي هيبدأ يتوسع من الجندل الثالث، خلاص؟ طيب اسماعيل باشا ابن محمد علي هيقدر ان هو يوصل في الاخر الى مدينة اسمها فازغلي، اللي انت شايفها ديت مدينة فازغلي. طب تعالى بقى حضرتك كده نشوف كل اللي باللون الاحمر ده، كل المدن والجنادل اللي سيطر عليها اسماعيل باشا ابن محمد علي. اول حاجة انطلق اسماعيل باشا من وادي حلفة اللي موجود في جنوب اسوان، وبدأ ان هو يتحرك، وصل للجندل الثالث، ثم وصل عند الجندل الرابع ومدينة اسمها دنقلة، مدينة اسمها دنقلة بضم الدال. طيب بعد كده اسماعيل ابن محمد علي وصل لمدينة اسمها كورتي ومدينة اسمها مروي، كورتي ومروي، ودول عند الجندل الايه؟ الرابع. يبقى اول مدينة استولى عليها اسماعيل بن محمد علي دنقلة، بعد كده استولى عند مدينتين اسمهم كورتي ومروي، ودول عند الجندل الرابع. وبالمناسبة مروي دي خدتها في الترم الأول، اللي هي المدينة اللي كان فيها أهرامات وكانت مركز تجاري وكانت عاصمة لمملكة كوش. بعد كده اتجه للجندل الخامس عند مدينة اسمها بربرة. كل دوت كان اسماعيل ابن محمد علي بيمشي في المجرى الأساسي لنهر النيل، ثم بيبدأ بقى النيل الأبيض زي ما انت شايف كده. تعال نشوف بقى اسماعيل ابن محمد علي في المناطق بتاعة النيل الأبيض دي مش ازاي. بعد ما عدى مدينة بربرة اتجه اسماعيل ابن محمد علي لمدينة اسمها شندي، ومنها وصل للجندل السادس اللي هو آخر الجنادل اللي موجودة في نهر النيل. بعديها مدينة اسمها حلفاية ومدينة اسمها درمان. يبقى بدأ من مدينة وادي حلفة، ثم دنقلة، كورتي، مروي، بربرة، شندي، درمان، وقبليها مدينة حلفاية. كل المدن ديت وصل لها اسماعيل ابن محمد علي ووصولا للجندل السادس. بعد كده عايزك بس تركز معايا في حاجة مهمة، اني زي ما انت شايف هنا كده ان نهر النيل بيتفرع بعد مدينة درمان الى فرعين، النيل الازرق والنيل الايه؟ الابيض. طيب على النيل الازرق مش اسماعيل بن محمد علي وخد وادي مدني، ثم وصل سنة 1821 الى مدينة اسمها صنار. سنة 1821 وصل لمدينة صنار اللي هي موجودة على النيل الازرق. انا مش عايزك تحفظ ان هو وصل كورتي، مروي، شندي وخلاص، لا، عايزك تحفظ كل مدينة عند أن جندل، كل مدينة على أن فرع من فروع نهر النيل. عشان كده عمال أكد عليك وأنا بقول لك، عمال أكد أن مدينة دنقلة كانت عند الجندل الثالث، مدينة مروي وكورتي الجندل الرابع، مدينة بربرة عند الجندل الخامس،
مدن شندي وحلفاية وأم درمان عند الجندل السادس، وكل دول في وادي النيل الأدنى أو المجرى الأساسي لنهر النيل. ثم على النيل الأزرق مدينة سنار ومدينة فازغلي، دول على النيل الأزرق. وتوقفت فتوحات إسماعيل ابن محمد علي عند مدينة فازغلي، خلاص. وقدر يكتشف كثير جدا من منابع نهر النيل، وخاصة النيل الأزرق. لو أنت مركز معايا، هو إسماعيل ابن محمد علي ممشيش في منطقة النيل الأبيض خالص تقريبا زي ما أنت شايف كده. طيب تعالى بقى بعديها حملة محمد علي نفسه. محمد علي لما راح السودان سنة 1838، هل يعني عمل فتوحات هو وبتاع؟ لا، هو كان رايح يتفقد الإدارة المصرية ويشوف ايه المشاكل اللي بتواجه في إدارة السودان والمشاكل اللي بتعوق استثمار الموارد في السودان. فراح ودخل مدينة دنقلة، المدينة المهمة جدا اللي احنا اتكلمنا عنها، وقدر يوصل لمناجم الذهب اللي موجودة في مدينة دنقلة، وده كان شيء بالنسبة لمحمد علي شيء مهم جدا جدا جدا. الحاجة التانية اللي عملها محمد علي برضو في السودان وهو السيطرة، أو أنا آسف، هو تحريم تجارة العبيد أو تجارة الرقيق. وتجارة العبيد أو الرقيق هي عملية بيع وشراء البشر واستغلالهم في الأعمال مقابل السخرة أو بدون مقابل مادي يعني، خلاص، وحرمانهم من كل حقوقهم. يعني أنت عبد مالكش أي حقوق خالص، كل اللي بتعمله إنك بتاكل وتشتغل في أي عمل بيطلبه منك الراجل اللي اشتراك بأمواله. فطبعا دي تجارة لا إنسانية. محمد علي حاول إن هو يلغيها وأصدر قرار بإلغائها، وإن كانت يعني ما قدرش يلغيها بنسبة 100%. واللي هيكمل في القصة ديت وهيقدر يلغي تجارة الرقيق فعلا هو الخديوي إسماعيل حفيد محمد علي. وعايزك تركز قوي المقارنة بين محمد علي والخديوي اسماعيل. محمد علي بفتوحاته وصل لحد فين في النيل، واسماعيل لما يجي ويوصل لحد فين في نهر النيل. محمد علي عمل ايه في تجارة الرقيق، والخديوي اسماعيل عمل ايه. عايزك تركز قوي في القصة ديت. طيب يبقى محمد علي لما راح السودان كان عايز يعمل حاجة مهمة، وهي اكتشاف النيل والحصول على الموارد وخاصة الذهب، وكمان تفقد الإدارة المصرية هناك، وعمل إنساني مهم هو إلغاء تجارة الرقيق. طيب تعال بقى لآخر واحد عمل حملات لمنطقة إفريقيا أو منطقة السودان، وهو سليم بيك قبطان الجغرافي المصري والضابط البحري المصري، اللي خد أو قاد حملة للسودان. والحملة ديت كانت مركزة وبشكل أساسي في منطقة النيل الأبيض، حتى يعني وصول إلى مدينة اسمها غندقور على بحر الجبل. خلاص، احنا الترم الأول خدنا نهر النيل وشرحنا بحر الجبل اللي هو بياخد المية من بحيرة فيكتوريا أو من منابع الدائمة ويصبها في النيل الأبيض. وقلنا إن كل المنطقة ديت من مدينة الخرطوم حتى مدينة ملكال وما بعد مدينة ملكال ديت بنسميها النيل الأبيض. عشان كده سليم بيك قبطان هو اللي تركزت فتوحاته في منطقة النيل الأبيض، وقدر يعمل خريطة للنيل الأبيض بمنتهى الدقة. يبقى فتوحات إسماعيل بن محمد علي تركزت في النيل الأزرق، وفتوحات سليم بيك قبطان تركزت في النيل الأبيض، ووصل لحد مدينة ملكال ومدينة اسمها غندقور. وديت يعني حاليا في دولة جنوب السودان، مش في السودان نفسها، حاليا في دولة جنوب السودان. كل دي كانت فتوحات أو فتوحات حصلت في عهد محمد علي عن طريق ابنه أو عن طريق سليم بيك قبطان. المهم ان محمد علي قدر يتوسع بشكل كبير جدا في السودان. وحاجة برضو ملاحظة مهمة، انه قدر يسيطر على مناطق في شرق البحر غرب البحر الاحمر اللي هي زي مدينة سواكن ومسوع، خلاص. لكن الحاجة اللي فشل فيها محمد علي وفشل فيها سليم بيك قبطان هو الوصول إلى منابع النيل نفسها، إلى المنابع الاستوائية وبحيرة فيكتوريا، وإلى المنابع الموسمية وبحيرة تانا وهضبة أثيوبيا. فشل إن هو يوصل للاتنين دول. طب السؤال،
ليه فشل او ما لا يعني بلاش كلمه فشل، ليه لم يستطع سليم بيك قبطان او محمد علي الوصول الى البحيرات الاستوائيه والى هضبه الحبشه؟ لان بمنتهى البساطه انت عارف ان نهر النيل عامل كده، يعني هضبه الحبشه وهضبه اثيوبيا هم اللي مرتفعين، وسليم بيك جاي من الجنوب يعني طالع من تحت لفوق، فكان بيواجهوا مشاكل كتيره جدا عشان يقدر يطلع الهضبه، سواء وجود الشلالات اللي موجوده في المنطقه دي او الجنادل او مناطق المستنقعات المائيه اللي موجوده او حتى غزاره الامطار فوق الهضبه الاستوائيه وفوق هضبه الحبشه. فكان في مشاكل كتيره جدا واجهت سليم بيك قبطان، وكلها مشاكل طبيعيه، مشاكل جغرافيه، يعني ما حدش يقدر يتغلب عليها بسهوله. ما تقولش ان هو فشل، عشان كده بقول لك هو مش فشل، هو واجه تحديات ومصاعب، زي ان هو ماشي عكس اتجاه نهر النيل، هو ماشي من الاسفل الى اعلى، ميه كتير وامطار كتير، شلالات كتير، جنادل، مناطق فيها مستنقعات وحشائش. فتوقفت فتوحات محمد علي في عهد او تحت ايد سليم بيك قبطان عند مدينه غندقور ومدينه فمقه ومدينه ملكال، وما قدرش يكمل اكتر من كده. كده دي الفتوحات اللي عملها او اللي حصلت في عهد محمد علي في السودان، وقلنا استفاد منها سياسيا، تأمين حدوده والقضاء على المماليك وتجنيد سودانيين واستغلال الموارد الاقتصادية والسيطرة على نهر النيل وتأمين المية اللي جايه لنا. قدر ان هو يرسم خريطة للنيل الابيض، قدر يسيطر على مناطق كتيرة جدا في منطقة النيل الازرق وبحر الجبل، يعني توسع بشكل كبير، وقدر فعلا محمد علي يستغل الموارد زي الذهب وزي الاخشاب اللي موجودة وكل الكلام ده. ده كان الجزء الاول من الدرس بتاع محمد علي ودوره في قارة افريقيا واستغلال الموارد في قارة افريقيا. نشوفكم الحصة الجاية مع اعمال محمد علي في السودان، وازاي قدر يستغل السودان ويعمل اصلاحات هناك كبيرة جدا. السلام عليكم ونشوفكم الحلقة الجاية.